ازيكم يا جماعه ورجوع دوري الابطال والواندا متروبوليتانو يا عم الحاج. ودينا عند كازر الفروكروتا، كازر الكتكوت، كازر الفروكريتو، كازر الكركوت، كازر الكروكريكو. ايوه يا عم الحاج، كازر الفروتيكانا. الحمد لله. الله ينور عليك يا عم الحاج. طيب الاسبوع ده كان في ماتش مانشستر يونايتد وباريس، اياكس وريال مدريد، بورتو وروما وتوتنهام ودورتموند. ماتش مانشستر باريس ما شفتوش لايف، كنت بصور وشفته في الاعاده وانك تشوف السكور باللي حصل في الماتش في الاعاده اهون والله من انك تشوفه لايف. الماتش ده تخل عزم ابوه وامه يتفرجوا على ماتش، قلبه كان حاسس يا ربي سبحان الله. تبص تلاقي انه بمنتهى البساطه الماتش ده كان فرق كواليتي، بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. مفيش فرصه في الماتش، فرصه واحده تقول يا مارسيال يا بوجبا لو حطيت الكره دي يا الله على الصده يا بوفون. مفيش. لما تقدر تقول كده الناحيه الثانيه لديخيا في صدات كانت ممكن تخلي الماتش بدل ما يبقى 2-0 بس يبقى 3 و4، ومش بس خلص، ده خلص ومات وانتهى تماما. الماتش ده اللي كان فارق قوي في طريقه لعب مانشستر. كان عندهم مشكله دايما، احنا عندنا مشكله حتى مع سولشاير ومع مورينيو والكلام ده، مفيش وينج يمين صريح. ويانج مختلف عن فالنسيا بيحب يروح لاخر الخط خالص ويرفع، ففي الاخر في واحد راي جابها عامل ستريتشنج شويه لهجومك، انما يانج لا، اول ما بيشوف ال 18 بيقوم رافع على طول. غير كده ما عندكش وينج يمين، فاللعب كله متركز ناحيه الشمال، كل الناس ناحيه الشمال، فعندك الناحيه اليمين دي ضعيفه جدا، حد سهل قوي ان يخش عليك فيه عليها هجوميه او يدافع من عليها مش عليها اي خطر يعني. فكده الحل عندك الرئيسي طبعا هو بوجبا، اللي الماتش ده قام تخل ماركينيوس. الناس كلها كانت بتتكلم طب هيبدا بباريدس بقى الماتش ده، لا، ثبت ماركينيوس زي ما هو بيلعب من اول الموسم وماسك بوجبا مان تو مان، لازق في الراجل طول الماتش. لما لعيب يمسكك مان، ودي بتحصل في الدوري الانجليزي كتير جدا مع لعيب زي هازارد، بتحصل اول ما ميسي طلع في عزه 2010 كانت الفرق بتحاول تمسكه مان، بس طبعا ده ميسي يعني. بس في الاخر لما لعيب بتحاول تمسكه مان، انا كمدرب او انا كلعيب ابتدي افرفص، ابتدي اشوف حلول. بوجبا ده لعيب بيلعب في قلب الملعب بيمين ناحيه الشمال شويه، حلو، يبقى يا اما اخليه يميل شمال قوي يا اما اوديه يمين انه يسقط كتير يمين فيسحب معاه ماركينيوس. هتيجي معايا ماركينيوس تمام، انا بفضي المساحه اللي انت مغطيها اللي قدام كيمبيمبي وتياجو سيلفا، هتيجي معايا بفضي المساحه دي. مش هتيجي معايا بقيت انا بوجبا فاضي اعرف اخد القرار على الكوره والعب باصه حلوه، او اتاخر انا كبوجبا ورا شويه وانزل بقى حد مكان ماتيتش مكان هيريرا الشوط الثاني وازود الناحيه الهجوميه شويه. اللي ضرب ده سولشاير ان هو عمل كده الشوط الثاني فعلا، بس اول ما ابتدى يلا بقى نشوف ايه اللي هيحصل وممكن فرص تيجي من ايه ده، جه على طول الجون بتاع كيمبين بالكورنر اللي غلطه من ماتيتش سايب المان بتاعه في الكورنر. ثاني حاجه اصابه مارسيال واصابه لينجارد. بعيدا عن انه في مستواهم في الماتش ده كان وحش وكان سيء، وكان تبقى الكره رايحه مرتده راشفورد بوجبا ويسند مع حد ويروح مارسيال الكره تفوته ما يعرفش الكنترول، لينجارد يضم لجوه بدل ما يبقى يلا شوط سقط كره بره يقوم فاتح تاني بره اليانج اللي هو طب انت هنشتغل رفعات يعني ولا ايه. غير كده لما نزل ماتا وسانشيز ده مصيبه المصيبه. ليه؟ لانه بعد الجون الثاني بتاع باريس رجعت بقى واديني في السرعات، فانت اوريدي عندك تكتل دفاعي. بالتكتل الدفاعي ده انت كل لعبك ماتا وسانشيز ونلعب على ان احنا نلعب عرضيات لجوه، وانت غيرت لوكاكو انت منزله في دقيقه 83 اللي هو كان مورينيو بيعمل ايه؟ بينزل فيلايني، وده مش عيب في الكوره، بس كنت منزل لوكاكو بدري لان الماتش 2-0 من دقيقه حاجه و60 خلاص الماتش خلصان، فانت لازم ترمي بقى كله قدام لانه اصابه يا 2 عور 2-0 زي 3-0 انت كمان بره ملعبك كله كوم. طبعا الطرد بتاع بوجبا اللي هيفرق في العوده. انا شايف الانذار الاولاني، الانذار الثاني ودخل فعلا بالستارز، انما الانذار الاولاني شايف انه هي الكوره مش هي مرتده، بس مش مثلا دفاع مانشستر متعري فالواد هيعدي منه هيروح يجيب جول، كان ممكن تحسب فاول عادي، عكس كيمبيمبي مثلا اللي خد انذار وبعدها خد فاول ثاني فاول ثالث والراجل ما ادالوش الانذار الثاني ما طردوش وهو اللي حط جول فرق طبعا في نتيجه الماتش. انا بصراحه في الماتش ده كنت مستني حد يخش يكسر ديماريا، يعني انا من جمهور مانشستر اللي مش بيطيق ديماريا خالص، وطبعا الراجل حط العمل الاسيستين وبعد الاسيست بتاع جول كيمبيمبي ده راح لجمهور مانشستر عمل لهم فاك يو بوتا وبتاع وعمال يشتمنا وبتاع والجمهور صفر عليه وهو خارج. يانج دخل في واحده وعنده الانذار، دخل في واحده طياره كده دخل في الستاند وحصلت خناقه في الحته دي. بس الراجل هو ودراكستر كان ايه اللي بيحصل؟ انت كان عندك المانشستر خايفين جدا جدا من سرعات امبابي، الراجل بيلعب في القلب ويمين يمين ويمين شمال، فخط دفاع مانشستر كله راجع لورا عشان يبقى الفرق السرعات ما بينهم وما بين دخيا والمساحه دي قليله يعرفوا يجروه ويلحقوه، وده ما بانش خالص في الجول الثاني على فكره. شوف امبابي بيستلم قبل ورا متاخر قوي عن امبايي وليندلوف في الجول الثاني، سبقهم الواد ترب وشغل النيتروس فجاه عدى ما بينهم خد العرضيه حطها من لمسه واحده خطير يعني. المهم السرعات دي كانت مخليه خط الدفاع كله راجع لورا تمام. مانشستر الشوط الاولاني كانت بتضغط كتير قوي قوي وده كويس، وتلاقي هيريرا وماتيتش ضاغطين كمان قدام مع بوجبا، فده كان بيفضي وسط الملعب ان واحد زي فيراتي لما بيستلم
كان بتلاقي دراكستر ودي ماريا بيخشوا لجوه يستلموا في ظهرهم و1 2 مع مبابي، تسليم هو مبابي اللي يصلح لهم يروحوا في واحده. في الكره اللي جت اوف سايد دي اللي هي اوف سايد، لو كان دي ماريا سابها كان مبابي هو اللي يروح وديخيا وكان هيحطها جون يعني، وفي اللي دي ماريا طلعها بره اصلا. كمان في فكره فرق الكواليتي، ولعيب زي فيراتي بص بيلعب وهو مصاب، الراجل راجع من الاصابه والراجل نص نص ومش جاهز 100%، وبيلعب ازاي وبينقي الباصات ازاي. وفعلا من في المركز ده ان هو اللعيب اللي جسمه صغير زي فايجل مثلا، اللعيبه الصغيره اللي جسمها صغير وتاخد وديونج دلوقتي الناس اللي تقف انا في ايدي الكره وبكشف الملعب وبنقي الباصه ما بين الخطوط وبسلمها لحد. شوف فيراتي. شوف الناحيه الثانيه لعيب زي هيريرا في العادي في الماتشات اللي زي دي انت بتحتاج منه ان هو يجري ويقطع كور اكتر من هو يسلم ويستلم ويتحرك. كان تايه عامل ازاي لما الشوط الثاني بالذات، لما ضغط مانشستر كان كتير قوي الشوط الاولاني، الشوط الثاني فياصوا ناموا طبعا معنويا كمان بعد الجون الثاني، فياصوا اكتر في نقل الكوره، ما كانش مفيد خالص، ما كانش حاجه عملي خالص. الناحيه الثانيه بص تياجو سيلفا عامل ازاي، بص إيريك باي عامل ازاي، ابسط حاجه بص بول بوجبا عامل ازاي. بوجبا كويس بس انا دايما، وانه كسب كاس عالم ماشي، بس انا دايما كان بيبقى النقطه دي ورجعوا لحد الموسم اللي فات كنت بتكلم فيها، الماتشات الكبيره بتاع الدوري الابطال اللي هي زي دي وماتشات الدوري الكبيره بوجبا مش هقول لك بيختفي، بس بتلاقي تاثيره على الماتش مش كبير خالص، وسهل يتحجم وسهل تليمت امكانيات الراجل ده، عكس اللعيبه اللي احنا بنقول اللعيبه الكبيره بتوع خط الوسط، مودريتش وكروز ودي بروين وانيستا وتشافو، الناس دي في عزها، وتشابي الونسو والناس دي في عزها. تختلف المراكز في نص الملعب، بس في الاخر ده انت اللعيب النجم بتاعي اللي هو فعلا هو ده في مانشستر كله بيبني عليه، وكله لما بيحتاج بيسلم له الكوره، فاعمل حاجه. امبابي يا جماعه بصراحه كواليتي غير طبيعيه، انا بدور على عيب فيه لان في الماتش ده باين حاجه، لان هو بيلعب انا من ساعه كاس العالم وكاس العالم حتى ما كانش بيلعب مهاجم صريح، هو بيلعب مهاجم صريح وتحركه من هنا لهنا، الراجل في اوقات مش بيحتاج سرعه، في فرق بينه وبين راشفورد في ايه؟ لما بيجري هو معهوش الكره في المساحه الفاضيه سرعته دي بتخلق له مساحه تمام، بس بياخد وقت قصير قوي عشان والسبرنت بتاعه عشان يلاقي مساحه، لما بيجري تحس انه لا جاب المساحه دي منين، عكس راشفورد اللي هو بتلاقيه بيفضل يجري والباك المفروض هو سابق الباك، بس الباك برده جايبه والمساحه دي ما خلتوش يكسب حته فاضيه فتقول ده دخل في حته خطيره في الملعب، اصل راشفورد ده بيجري فاهم اللي هي تغيير اتجاهه يعني. ايوه ايوه التاني قبل ما الكوره تتحرك تلاقيه بيجري وبيعمل حركه جسمه عشان يضم لجوه في اتجاه، انما التاني ده بيجري انا هخش يمين ويقوم عامل كده عارف انت والله العظيم. حاجه كمان يا جماعه ودي حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، احمد اللي فكرني بيها، انه عشان نيمار وكافاني انت عندك قبل كده نيمار وكافاني ومبابي الثلاثه هو دول بيهاجموا في الفريق وبيلعبوا في القلب، الناس دي مش بترجع تتراك باك وبتدافع، يمكن اللي بيفكر فيهم يرجع يدافع كان مبابي. انت عندك دلوقتي مبابي بس والشوط الثاني وانت محتاج تدافع وتحافظ على 2-0 دي بره ملعبك حلو قوي، كان عندك دي ماريا وداني الفيس الاثنين بيرجعوا يضموا على الراجل كيريرو وبرنات ويقفل الاطراف عندك، وعندك امبابي ولا في العمق، فده سهل جدا الناحيه الدفاعيه وحسنها قوي بالنسبه لباريس، لان هم الناس اللي بتدافع بقى عددهم اكبر. كمان يا جماعه في فيديو شفته لنيمار بيتفرج على الماتش وبيحتفل بالجونين، هو بقى مش عارف في رجله وفي جبس ولا ايه مربوطه بحاجه، وكل شويه بعد الجول الاولاني اللقطه واحد بيحتفل وبتاع ورجع تاني، فواحد قاعد بيدلكها له بقى وعمال يتفرج على الماتش كده. اي ولا ده بصراحه انا فيديو ضحكت، اصل اقول ايه يعني، هل احنا كنا مستنيين ان احنا نكسب باريس؟ لا والله بعد الاصابات دي عيب ان احنا ما كسبناش على الاقل، عيب والله مش عارف اقول ايه، والله ما عارف اقول ايه. نخش بقى على ماتش اياكس وريال مدريد، وده ماتش بعنوان الكرة جوان، ده الكرة جوان يعني انت ممكن تروح وتضيع وهم بكرة واتنين ويعملوا، ده اللي حصل في الماتش ده، انه انت عندك الفرص اللي جت لاياكس كتير جدا الشوط الاولاني انت ما حطيتش ولا واحده فيهم، وفي كرة بالذات الانفرادة بتاعت زياش اللمسه اللي استلمها الزياده دي ان هو يوقف الكوره دخلت كورتوا، باين ان الراجل جاي على شماله ويبقى يحطها في البعيده فقفل البعيده وصدها، لو انت من لمسه واحده حتى هتحطها في البعيده بس انا مش عارف انت من لمسه واحده هتحطها ازاي، دي حاجه. طبعا في كوره في العارضه، الجون الاوفسايد ده انا اول مره قلت ايه ده الفيديو وبرده تحكيم ريال مدريد، لكن بصراحه الكوره لازم تتحسب اوفسايد لان فعلا تاديتش مرخم على كورتوا انه يطلع في الكوره فتجليافيكو، يعني هو قبل ما يحط الكوره براسه الثاني واقف هيمسكها ازاي، ففعلا تتحسب اوفسايد. انما الجون الثاني بتاع اسينسيو في اول الهجمه وفاسكيز واخد الواد بتاع اياكس هيد لوك وهو على الارض والحكم قدامه ما حسبش حاجه،
علاء طبعا يا جماعه الاديتور بتاعنا راجل مدريدي، انت شايف ان الكوره مش فاول، انت شايف الكوره مش فاول قدام الحكم. ايوه ما هو ممكن تكون قدامه ما حسبش حاجه. هو اللي بيبداوا يدخل على المنطقه. يا ابني ازاي ده فاسكيز خده، هو اللي خده برقبته وقع على الارض. ماسكين في بعض. شوف انت عايز يا ابني انتوا كاسبين 3 ورا بعض، يا ابني عايز ايه تاني؟ ده يا جماعه الراجل المدريد اهو. مدريد في الكام كوره اللي راحوا عليها خلصوا، ودي حاجه انه تاني كوره يشوطها بنزيما على الجون في الشوط الثاني دي اللي دخل الجون. وبص على الفينش عامل ازاي. واصلا مدريد اخر 6 ماتشات اللينك اب اللي ما بين بنزيما وما بين الراجل فينيسيوس ده، اللي انا مستغرب من الواد ده ازاي بقى ماشي في السكينه، مش بحسده والله، بس ماشي زي السكينه في الحلاوه كده، وهو عيل صغير 17 18 سنه ماشيين، واللينك اب في الترانزيشن في نقله الهجمه المرتده لا بقوا يتحركوا لبعض حلو، واثنين بيسندوا على بعض، اثنين بس قدام 3 و4 في الناحيه في دفاع الفرقه الثانيه حتى في الليجا حلو وماشيه وبيخلصوا، فماشي. هل ده يعني بدايه اسمها ايه دويتو وكده؟ ما اعتقدش، لا، بس هي يعني حلاوه تروح من الاثنين ومش تكمل ماشي. الماتش ده بانت فيه حاجه، ده الفرق الكبير برضو لو هناخد حاجه فرق اصلا بين سولاري وبين زيدان، انه مع زيدان في الشامبيونز ليج، ما كانش في الدوري عشان الدوري ده حاجه ثانيه، بس في الشامبيونز ليج لما كان بيتضغط في البيلد اب بتاع ريال مدريد من الفرقه الثانيه، تلاقي ريال مدريد حتى على واحد زي كازيميرو، اللي هو كازيميرو تحت الضغط بيطوش الكوره اي حاجه ويسلمها اللي جنبه وخلاص، بس حتى كده كنت تلاقي فرقه هاديه، فرقه تقيله عارفه تخرج بالكوره، بيتحركوا لبعض في بنى الهجمه الباكين بالذات عشان يفتحوا الهجمه والهجمه تمشي، وانها اوبشن باسنج وعشان نطلع بالهجمه سوا. انما مع سولاري الضغط اللي كان عامله اكس الشوط الثاني ده، بتشوف تاديتش ضاغط بين راموس وناتشو عليهم هما الاثنين مع اللي معاهم الكوره، وعلى ونجين ريس وزياش ضاغطين على الباكين، كنت ده بيخلي ان ريال مدريد الكوره كتير قوي بتتقطع، انها حتى ما بتشوفش الكوره في منطقه جزاء اياكس كتير، ما بتروحش الكوره كتير، وحتى فده خلى تحس الشوط الاولاني كله ماشي، كانت اياكس ماسكه الكوره وضيعوا كل الكلام ده، بس انه تحس ان الشوط الاولاني كله كان في نص ملعب ريال مدريد، اياكس اللي معاها الكوره وهي اللي بتحضر وهي اللي بتروح وهي اللي بتضيع. في حاجه يا جماعه على راموس، الراجل لعب ماتش حلو جدا وغطى على ريجيليون اللي انتوا شايفينه لاعب ماتش دفاعي كويس، غطى عليه بلاوي، يعني ريجيليون ما كانش بيتقدم كتير خالص، بس حتى كان بيغطي عليه لانه كان بيتلعب في ظهره كتير قوي من الواد نيريس في كذا كوره، الواد فان دير بيك ده يقوم مديله سترون، نيريس ده بيتحرك في ظهر ريجيليون ويروح الراجل يعمل عرضيه ولا حاجه، فراموس كان بيروح يغطي وكور كتير قوي، تيجي تاديتش يشوط يقوم حاطط رجله فيها موقفه، قبل ما يشوط يقوم داخل عامل تاكلي، فشال مدريد قوي في الماتش ده، شال خط الدفاع كله لوحده بصراحه. بس على فكره ماتش اتلتيكو ايوه وماتش بتكلم عن الماتش ده، لا 3 ماتشات راموس يعني راموس برنس حلو كده. لا 3 ماتشات طيب فراموس عمل اداء حلو جدا الماتش ده، بس الانذار اللي خده، هو انا فجاه بفتح تويتر لقيته هو بيقول لك ان انا خدت الانذار ده عشان ما العبش الماتش الجاي ونلحق، وبعدين طلع نفى الكلام ده في لقاء صحفي، وبعدين طلع تاني، فانا مش فاهم لما قال ان انا خدت الانذار ده قاصد قالوا فين؟ انا شفتها على تويتر مكتوبه، وبعدين لما قال كده كان من الاكونت الرسمي ولا الماركه منزله حاجه، بس انه طلع نفى الكلام ده، لانه فعلا لو اتثبت الكلام ده زي مره عملوها مع مورينيو، كانوا بيلعبوا اياكس برضه، ومورينيو كان عايز شابي الونسو وراموس ياخدوا انذار عشان يلعبوا الماتش اللي بعديها في الدور الخروج المغلوب، فلو عمل كده واتثبت ان هو قاصد هيتوقف ماتشين مش الماتش الواحد اللي هو بتاع العوده، لانه في خطر، انا شايف انه اياكس كده هتروح ماتش العوده هتهاجم وهتلعب وكده كده خلاص، يعني الموضوع بايظ، فراموس هيفرق ناتشو وفاران، ولو حد فيهم اتصاب قبل ما نشوف ماتش العوده فيخو بيه اللي ما حدش يعرف عنه حاجه، هتبقى دي مشكله كبيره لمدريد. من الحاجات اللي كانت غريبه في التشكيله في الاول انه ما بداش دولبرج انما بدا تاديتش، وتاديتش كان زي فكره فيرمينيو كده في ليفربول، الراجل كان بيسقط ويفتح للوينجين نريس وزياش ان هم يزيدوا ويسقطوا يلعب لهم هم السرعات، ولو سحب معاه مساك في ايده هو ايه نزل تحت. لما نزل دولبرج الشوط الثاني ورجع تاديتش تحتيه وكان بيضم معاه لجوه، احمد كان شايف صح كده، هو ده فرقت معاهم بصراحه، ان ده عمل ضغط كبير جدا على دفاع ريال مدريد، وكان عندك كده 2 في القلب تاديتش ودولبرج، وعندك الطرفين شغالين، وضغط ريال مدريد في الاخر ان كانت ممكن اياكس كمان بعد التعادل تحط هي جون تاني. روما بورتو يا جماعه ما شفتش الماتش ده، ما شفتوش حتى هايلايتس، ما شفتش اي حاجه خالص، كل اللي اعرفه ان الراجل زانيولو ده حط جونين وهم كسبوا 2-1. زانيولو ده كنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات في حلقه دوري الكوكب في ماتش ميلان، وان الواد في ماتش ميلان انا شفته فيه، انا كان عليه هايب رهيبه، وهم في ايطاليا عندهم كذا موهبه طالعه فعلا حلوه، بس انا حاسس ان الهايب عليه زياده، 19 سنه، وروما دلوقتي يعني عايزين اي حد يشيلهم، اي حد يطلع بيهم، بس هو اللي قريته على تويتر من صحفيين ايطاليان بيشكروا في الواد قوي ان هو عمل ماتش كبير قوي. توتنهام ودورتموند، انا اتفاجئت من سكور الماتش ده جدا، واللي استغربت منه كمان انه فيرتونجن بدا على روز ولعب الراجل بفويث في النص، فدي استغربت انه طب ازاي، اول حاجه في دماغي ده نقطه ضعف توتنهام، خلاص سانشو هيروح ويجي في الحته دي ويا سوادك يا فيرتونجن. هو فعلا الشوط الاولاني توتنهام ما راحوش وما شافوش الجون ده، ما شافوش بورك ده، الشوط الاولاني كله فيتسل في النص قدامه الاثنين ديلايني وداوود، وبيخرج الكرة حلو جدا، مفيش اي ضغط من سيسوكو من وينكس من اريكسن، وتلاقي سانشو وتلاقي بوليزيتش ويلعب في ظهر الباكات والدنيا ماشيه حلو جدا، وضيعوا كور،
ولولا الشوط الاولاني لوريس فايق، ولولا ان الدرفايرد بينظف من وراه ويلم من وراه 18 ويشتت الكره ويطلعها بره، كان دورتموند حطوا واحد وحطوا اتنين كمان. حتى كمان تحت الضغط انت كنت بتلاقي داوود كان بيسقط جنب داريني ويقفلوا هما الاثنين قدام فيتسل، فده كان بيقفل ويرجع بوليزيتش ويرجع سانشو، وما كانش قدام بيتبقى قدام غير جوتسا. فانت كان عندك فعلا الكل اي اسمها اللي هو بيسموها، انا بقعد اتفرج على حاجات في ماندي نايت فوتبول يقول لك الهاف سبيس. الهاف سبيس دي اللي هي المساحه ربع حته كده اللي هو بتاع ال 18 بس من طرفه كده، اللي هي دايما تلاقي ديفيد سيلفا بايت في الحته دي، دايما بيجيبوا سيره ديفيد سيلفا بيستلم في اللي هو يقول لك البوك على راي كابتن يقول لك البوكيتس بين الخطوط يعني. الحته دي كانت مقفوله قوي، وكانت الخطوط دورتموند كلها قافله على بعض خالص. ظهر بس حاجه الشوط الاولاني، الكره اللي هي الانفراده اللي حطها، اللي مش انفراده استلم ثم الطرف وراح حطها وصدها بوركي، دي كانت من ناحيه ايه؟ حكيمي وتوبراك. الشوط الثاني انا لقيت ضغط من توتنهام على الحته دي، وبس مش على الحته دي من الاول، بمعنى هم بيضغطوا على لما يستلم الناحيه الثانيه ديالو زجادو في بناء الهجمه ان يودوا الكره الناحيه الثانيه، فيودوا الكره الناحيه الثانيه لتوبراك وحكيمي، يجوا يستلموا توبراك وحكيمي، اضغط بقى بما امتلكت من اي قوه، ضغط ضغط ضغط، تتقطع تعمل حاجه. بس دي حصلت مع اول مره يعملوها جه الجون، جربوا يعملوها بعد كده تاني وتالت، انت تحس اصلا لعيبه دورتموند بعد الجون الاول العيال وقعت وفتحت المساحات وظهر ده. حاجه ثانيه انا استغربت منها جدا، ان من كتر ما فيرتونجن فعلا كان واقف صدغ كده واقف، وكان الاوفرلاب حلو جدا لما بيميل، لما سون هو وفيرتونجن يضغطوا على حته توبراك وحكيمي دي، فيرتونجن مش كل مره كان الاوفرلاب يطلع لبره، اوقات كتير جدا كان يخش لجوه ويشوط، وكان كلهم في كورتين قبل الجون اللي حطه راحوا في السماء، انما الواحده اللي هي جت بقى عرضها من الناحيه الثانيه وقطع هو دخل ال 18. الحته دي كانت بيتلعب فيها كور كتيره، ودورتموند تحس ان هم بعد وقعوا ذهنيا ولا ايه بعد الماتش بال 1-0 لسه بتتكلم في 1-0 طبعا 2-0 موتتهم وقتلتهم، ودورتموند راحوا في كوره واثنين ثلاثه وما شفتش دورتموند ده لاخر الماتش تاني. فممكن نقول ان الماتش يعني لما بوتشيتينو الحاجه اللي خد باله بينها بين الشوطين، لما مع اول حاجه جرب يعملها الشوط الثاني، الفكره لسه بيجربها دخلت معاه الجون وفتحت معاه الماتش. ودايما يقول لك لما فرقه يخش فيها جون اول الشوط الثاني او اخر الشوط الاولاني بتفرق معاهم ذهنيا، وده اللي حصل. وانه حته حكيمي دي لما مشي من ريال مدريد كان وحش دفاعيا وكان تعبان قوي، كان ملط يعني مش بيغطي اي حاجه وراه، وهو هجوميا حلو، ومع دورتموند فارق في البوندسليجا. بس فعلا الشامبيونز ليج انت بتلاعب ناس فرق من كواليتي اعلى، مش عايز عشان توتنهام كسبوا سكور فنقول دورتموند لعبوا ماتش وحش وان هم كانوا سيئين، ولا لا، هم لعبوا ماتش كويس بس هم ما خلصوش. دايما الكوره بتفرق في الاجوان، انت حطيت جون وانت وحش انت ركبت الماتش، او انت حطيت جون ورجعت دفعت وانت اصلا دي كانت خطتك من الاول ومقسم الماتش على مراحل كده انت ركبت الماتش. ملوش علاقه برده ان ممكن تكون دورتموند ضيعوا كتير قوي الشوط الاولاني يعني. ده اللي حصل يا جماعه في حلقه الواندا متروب ورب العزه ما بهزر، ما عارف الواندا متروبوليتانو اهي، الواندا احنا بنقول 5 مرات، الواندا متروبوليتانو. ونشوفكم الاسبوع الجاي ماتشات بقى النص الثاني من ذهاب دور ال 16 ومانشستر باريس. بصوا يا جماعه موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل منهم نبي نصلي عليه، احنا وحشين واحنا دي امكانياتنا بقى عشان نكون صريحين. انا قعدت اهزر بقى احنا ناخد مركز رابع في الدوري حلو ونروح هناك نلعب بقى كره هجوميه من غير بوجبا، ما حدش عارف نلعب ازاي. نلعب بقى سانشيز بيه استاذ احمد حمودي بقى يعمل كره حلوه هناك ولا حاجه، ونخرج خروج مشرف. ما اعرفش بقى كفانا هيلحق ماتش العوده. يا نهار اسود يا نهار اسود على الفضيحه، يا نهار اسود. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.